أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الجدي. النهاردة هنتكلم يا برج الجدي عن الفترة من يوم 8 حتى يوم 24 سبتمبر لعام 2023. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الجدي، وكمان تنفع لجميع الأعمار. طبعا لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. ولو كنت مشترك في القناة ياريت نعمل شير ولايك عشان يصل الفيديو لأكتر عدد من محبي أصحاب برج الجدي. برج الجدي الفترة دي اللي هي من يوم 8 حتى يوم 24 فترة حساسة بالنسبة ليك يا برج الجدي. احترس من الجري ورا العواطف، واهتم بباب الرزق الذي فتحه الله لك، واكثر من العطاء خاصة لأصحاب الحق والمقربين إليك. حياتك الزوجية سعيدة لأنك صادق في عواطفك وحبك، ولكن هناك من يحاول التدخل في شؤون حياتك الأسرية، وخاصة من المقربين منك الأكبر سنا. اتركهم يسيرون في طرقهم وراقب انت الأحداث من بعيد. العازبون لديهم فرصة للقاء شخص يقبل مشاركتهم الحياة، فكن حذرا في اختيارك يا برج الجدي. برج الجدي العلاقات العاطفية ستكون ملتهبة، ولكن سيطر على اندفاعك ولا تكون جريئا أكثر من اللازم. إذا كنت قد ولدت في النصف الأول من هذا الشهر إنك لن تفتقد إلى الحظ، بشرط ألا تلقي نفسك في أمور هينة، وعليك أن تحافظ على المسافة الدقيقة بين الواقع والتقدير. برج الجدي اقتصد في أموالك، وأعلم أن القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، فلا تكون مبذرا، ولا تهمل شؤون العائلة خصوصا أولادك وزوجتك أو زوجك، لأنهم بحاجة لك أكثر، لأنك مثلهم الأعلى في الحياة. فخصص لهم وقتا تقضيه معهم، ودافع بجراءة عن حقوقك وحقوقهم، ولا تكون متساهلا لأنك ستربح في النهاية. برج الجدي سنرحل ويبقى الأثر. معناها إيه يا برج الجدي؟ سنرحل ويبقى الأثر يعني ادرس خطواتك جيدا، لأن هذا الشهر مليء بالمفاجآت على الصعيدين العاطفي والعملي. أنت تفكر في الحب ولكنك لا تعرف بالضبط موقفك منه. تصرف بهدوء وتعقل، ولا تجعل دماغك تصور العقل. يجب أن تسيطر على قلبك إذا أردت أن تتجنب المشاكل. القي بمخاوفك وأوهامك خلف ظهرك، واستقبل الفترة دي بالحب والتفاؤل، لأن النجاح هيكون حليفك يا برج الجدي. برج الجدي سنرحل ويبقى الأثر، بمعنى أنك سترحل من أشخاص عديمي الثقة، عديمي الحب، يجمعون يعني نقول يجمعون الحقد والكراهية في حياتهم. ولكنك يا برج الجدي يجب ألا تتورط في الأمور الغير مألوفة لك، لأنك ستتحسن مجريات حياتك في كثير من الاتجاهات، وسوف تحقق النجاح إذا قضيت حوائجك بالكتمان. استعن يا برج الجدي على قضاء حاجتك بالكتمان، وحاول أن تنفذ مشروعاتك في سرية تامة، سواء مشروعاتك العاطفية أو مشروعاتك العملية. خوفا من المنافسين
أو الحاسدين. عندك أيام في هذه الفترة حافلة لك بالأخبار السارة واللقاءات المفيدة المثمرة. قد تواجه بعض التحديات ولكنك قادر على اجتيازها بسلام يا برج الجدي. برج الجدي مال في الطريق إليك وترقية في مجال عملك، ولكن ابعد عن الهروب من المواجهة، لأن الحياة متقلبة وأنت أيضا متقلب جدا، لا تستقر على رأي، فحاذر من تغيير رأيك كل لحظة. بكرر تاني يا برج الجدي، استشر عقلك بجانب عواطفك الجارفة، ربما قلبك يخفي عنك بعض جوانب الحقيقة، فلابد انك دائما تستشر عقلك قبل اخذ اي قرار يا برج الجدي. برج الجدي اخيرا امورك مع الحبيب على ما يرام، هيعيش كل منكم معتمدا على الاخر. وكمان يا برج الجدي الفلك ينصحك انك تقدم هدية جميلة لشريك حياتك او محبوبك، لأنك ستجد لها أثرها السحري في نفسيته وتغيير حاله معك ونجاحك معه. أخيرا انظر إلى الحياة بنظرة وردية واخلع القناع القاتم الذي يحجب عنك النور والحقيقة الواضحة. إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.